الشمس النجم الذي يضيء حياتنا ويوفر الطاقة لكافة الكائنات الحية على الأرض. ولكن هل تساءلت يوما كيف تمكن العلماء من معرفة حجم الشمس ومكوناتها، رغم أنه لم يتمكن أحد من الوصول إليها أو حتى الاقتراب منها؟ اليوم سنجيب عن هذا السؤال الذي حير الكثيرين. كيف استطاع العلماء قياس حجم الشمس ومعرفة مكوناتها على الرغم من عدم القدرة على الوصول إليها؟ تبعد الشمس عن الأرض بمسافة تقدر بحوالي 150 مليون كيلومتر، وهي مسافة شاسعة جدا، ومع ذلك استطاع العلماء فهم العديد من خصائص الشمس، بدءا من حجمها ووصولا إلى مكوناتها وحتى آلية إنتاجها للطاقة. ولكن كيف حققوا ذلك؟ تمكن العلماء من ذلك باستخدام تقنيات متطورة وأساليب علمية مبتكرة. تاريخ دراسة الشمس: بدأت دراسة الشمس منذ آلاف السنين، حيث اعتبرتها الحضارات القديمة مثل الفراعنة والإغريق إلها أو مصدرا للحياة. ولكن مع تقدم العلوم أدرك العلماء أن الشمس مجرد نجم ضخم يزود الأرض بالطاقة. وفي القرن السابع عشر استخدم العالم الإيطالي غاليليو غاليلي التلسكوب لدراسة الشمس، وكان هذا بداية فهم أعمق لطبيعة هذا النجم. واكتشف غاليليو البقع الشمسية على سطح الشمس، والتي كانت أول دليل على أن الشمس ليست جسما مثاليا، بل تمتلك نشاطا وتغيرات مستمرة. قياس حجم الشمس: كيف تمكن العلماء من قياس حجم الشمس؟ في البداية استخدم العلماء علم الفلك الهندسي، حيث قاموا بقياس المسافة بين الأرض والشمس، والتي تقدر بحوالي 150 مليون كيلومتر. ومن خلال معرفة هذه المسافة تمكنوا من تقدير حجم الشمس. كذلك اعتمد العلماء على الزاوية الظاهرية للشمس، أي قياس الزاوية التي تكونها الشمس في السماء. ومن خلال هذه الزاوية استطاعوا حساب قطر الشمس، والذي يقدر بحوالي 1,400,000 كيلومتر، أي أن الشمس أكبر من الأرض بنحو 109 مرات. مكونات الشمس: كيف استطاع العلماء معرفة العناصر التي تكون الشمس؟ تمكنوا من ذلك من خلال التحليل الطيفي، وهو دراسة الضوء المنبعث من الشمس. يتيح هذا التحليل تحديد العناصر الكيميائية المكونة للشمس. وقد أظهرت الدراسات أن الشمس تتكون بشكل رئيسي من 70% من الهيدروجين و28% من الهيليوم، بينما تشكل العناصر الأخرى مثل الأكسجين والكربون نسبة صغيرة جدا. طبقات الشمس: تتكون الشمس من عدة طبقات، وهي اللب، النواة، وهي الطبقة الداخلية التي تبلغ درجة حرارتها حوالي 15 مليون درجة مئوية، حيث تحدث عملية الاندماج النووي التي تنتج الطاقة. المنطقة الإشعاعية، حيث تنتقل الطاقة عن طريق الإشعاع. المنطقة الحرارية الحملية، حيث تنتقل الطاقة عن طريق الحمل الحراري. الفوتوسفير، الكرة الضوئية، وهي الطبقة الخارجية المرئية من الأرض. وقد استخدم العلماء المراصد الفضائية لدراسة كل طبقة من طبقات الشمس، حيث زودت هذه المراصد بأجهزة خاصة لقياس درجات الحرارة والضغط في كل طبقة. كيف تنتج الشمس الطاقة؟ اكتشف العلماء أن الشمس تنتج الطاقة من خلال الاندماج النووي، حيث تندمج ذرات الهيدروجين لتكون الهيليوم، مما يطلق كميات هائلة من الطاقة. وتصل هذه الطاقة إلى الأرض على هيئة إشعاع شمسي، وهو المسؤول عن استمرار الحياة على الأرض. ولإدراك مدى ضخامة هذه الطاقة، فإن الشمس تنتج حوالي 386 مليار ميجاوات من الطاقة كل ثانية. أدوات دراسة الشمس: لقد اعتمد العلماء على التلسكوبات والمراصد الفضائية لدراسة الشمس، ومن أشهر هذه المراصد مرصد SO الذي أطلقته وكالة ناسا لدراسة الشمس. الأقمار الصناعية التي تستخدم لدراسة الشمس من الفضاء لتجنب تأثيرات الغلاف الجوي للأرض على البيانات المجمعة. التحديات في دراسة الشمس: تنطوي دراسة الشمس على تحديات عديدة، منها درجات الحرارة الهائلة، والتي قد تؤدي إلى إتلاف الأجهزة العلمية، لذا تستخدم مواد مقاومة للحرارة لحمايتها.
المسافة الكبيرة بين الأرض والشمس مما يسبب صعوبة في نقل البيانات، ولذلك يعتمد العلماء على تقنيات متقدمة لضمان سرعة وكفاءة نقل المعلومات. مستقبل دراسة الشمس: لا يزال العلماء يدرسون الشمس لفهم طبيعتها بشكل أعمق. ومن بين المشاريع المستقبلية مسبار باركر الذي أطلقته ناسا لدراسة الشمس عن قرب، دراسة تأثير الشمس على الأرض لفهم تأثير الظواهر الشمسية على المناخ والاتصالات. تظل الشمس واحدة من أعظم أسرار الكون، ورغم التحديات استطاع العلماء فك ألغازها باستخدام أحدث التقنيات، وما زالت تلهم العلماء لاكتشاف المزيد من أسرار الكون. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وإذا كان لديك أي سؤال أو تعليق فاكتبه في التعليقات وسأجيب عنه في الفيديوهات القادمة. إلى اللقاء.